الأمر الثاني عندنا كلمة أحب أن أنبه عليها، جاءت في سورة الواقعة، وهي كلمة هاؤم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم أيها الإخوة كلمة واحدة، كلمة واحدة، والمد فيها مد متصل، ليست مثل هؤلاء. هؤلاء كلمتان، ها أداة تنبيه وأولاء اسم إشارة، ها للتنبيه وأولاء اسم إشارة. فهؤلاء المد بين ها وأولاء منفصل كما سيأتي معنا، لكن هاؤم كلمة واحدة معناها خذوا، اسم فعل أمر معناه خذوا، هاؤم خذوا اقرأوا كتابي، فالمد فيها متصل، هاؤم اقرأوا كتابيه، ولا يقصر أبدا. ما قلته نرى على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم تنبيه، ها في قوله تعالى هاؤم من أصل الكلمة وليست للتنبيه، وعليه فالمد الذي فيها مد متصل وليس مدا منفصلا. إذن لما نمد هاؤم أيها الإخوة نمدها على أنها مد متصل.